هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم. أعزائي المستمعين، شهدت العاصمة السويسرية جنيف يوم أمس 26 من يونيو تظاهرة سلمية حاشدة وضخمة شارك فيها أكثر من 5000 من الإريتريين المقيمين في أوروبا وفي مختلف أنحاء العالم، ونظمها ناشطون إريتريون. وتأتي هذه التظاهرات دعما للتقرير الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق والذي وثق لجرائم النظام ضد أبناء شعبنا. الزميل يوسف بوليسي كان هناك يوم أمس ورصد لنا هذه التظاهرة. سنخصص ساعة هذا المساء لنضعكم في أجواء هذه التظاهرة السلمية التي تدعم وتتضامن مع التقرير الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا تدعم أبناء شعبنا في الداخل. أرجو أن تبقوا معنا وأهلا بكم. السلاح هيا 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 حي الثورة هيا 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 حي الثورة افرفي افرفي يا راية الكفاح افرفي افرفي يا راية الكفاح المجد للمناضلين السمر في ساحة الكفاح
أعزائي المستمعين، والآن معنا من جنيف مباشرة الزميل يوسف بوليسي الذي يحضر هذه التظاهرة السلمية الكبيرة التي يعني تؤيد تقرير لجنة تقاصي الحقائق. يوسف، يعني خلينا في الصورة، يعني اوصف لنا المشهد. والله مشهد لا يمكن أن يوصف على الإطلاق. نعم. إلا لو قارناه بفرحة هذا الشعب في يوم 24 من مايو عام 1991. نعم. شعبنا العظيم الذي وهب الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن اليوم أكد أنه يقف مع حريته، وأبنائه في المهجر أكدوا بأنهم لم ينسوا معاناة شعبهم ووقفوا معه في هذه اللحظة. نعم. وأكد شعبنا في هذا الوقت، في هذه اللحظة بالذات، أن هنالك شباب حي. نعم. قابل لكل شيء. نعم. مستعد أن يقوم بأن يقدم أي شيء من أجل نيل شعبنا لهذه الحرية التي لم يجدها منذ تحرير البلاد عام 1991. نعم يوسف. نعم يوسف، يعني يبدو أن المشهد جدا مؤثر وجميل، ويعني فخر لنا نحن هنا ونحن نشاهد هذا التجمع الكبير. يعني ما طبيعة التجمع؟ شباب من أين أتوا؟ يعني أعطينا فكرة شوية، يعني عشان أهلنا في الداخل يتابعوا معنا الحدث. في البداية أود أن أشرك المشاهدين أو المستمعين الكرام نعم بأصوات أبنائهم فليستمعوا إليها. نعم. فليستمعوا إلى هذه الأصوات وليقولوا ليتأكدوا بأن هنالك أبناء من أبنائهم يقفون معهم في محنتهم وسيعملون بأقصى ما يمكن من أجل تحريره. نعم. أترك لي المجال لمدة دقيقة لكي أسمعهم بالتأكيد أصوات أبنائهم. نعم، تفضل. هذا جزء من تجمهر صغير. نعم. في هذا الجمع الحاشد الذي لا يقدر بعدد، لا يمكن أن أقول أن هنالك عدد معين لهذا الحشد. نعم. نعم. لأن اجتمعت فيه، في هذا الحشد اجتمعت فيه الأجساد والنفوس والأرواح. أرواح شهداؤنا حتى لم تفت هؤلاء من ذكرهم ومعتقلين في كل أوقات هذا النظام الدكتاتوري الغاشم الذي اغتصب مكتسبات ثورتنا العظيمة. بالتأكيد بالتأكيد. يوسف، يعني هذا الحدث يعني أهميته أنه يعني كل أبناء الشعب الإريتري بقدر استطاعتهم رغم ظروف المهجر ورغم أنهم يعني بعائلاتهم وكذا أتوا من أماكن يعني عدة من أوروبا ومن أمريكا، ويعني هذا يعني وتجمع متنوع. يعني اشرح لنا أكثر، يعني كيف يشعرون؟ ما هي الشعارات التي يرددونها؟ يعني ارتباطا بهذا الحدث الكبير، لماذا هذا الحضور مهم بالنسبة لهم اليوم؟ أولا أحب أن أؤكد على شيء، واللي هو أن هذا أن كل الحضور من هنا جاءوا من مختلف أقطار أوروبا. نعم. وأغلبهم شباب، والعنصر النسائي ملفت للغاية. عنصر نسائي كثيف لأول مرة أشاهده. لقد حضرت في كثير من المظاهرات ولكنني كنت أفتقد العنصر النسائي. نعم. وها أنا أرى ربما إن لم أقل نصف هذا الحشد هو من النساء، فإن عددا كبيرا من النساء يحضر هذا الحشد العظيم. نعم. أود في هذه اللحظة أن أعطيك إحدى المشتركات في هذا الحدث. نعم. نعم، تفضلي. خميس أبو بكر.
اوصل. اهلا اهلا. وعليكم السلام. يا اهلا. اشرحي لي شعورك اليوم، من وين جيتي انت وليه جيتي لجنيف وكيف حاسه اليوم انت؟ أنا جيت من ألمانيا، أنا أصلا من مندوبة اتحاد شباب عفر البحر الأحمر. نعم. وجيت من ألمانيا عشان أحضر اليوم الحدث العظيم هذا، لأنه يوم ما يتوصف بصراحة. يعني الناس كثيرة ما شاء الله، أطفال مع أطفالهم الصغار وحريم كبار وصغار، يعني ما في حد فضل، بس سبحان الله ما شاء الله، يعني حدث. نعم. مبسوطة فيها أنا الحمد لله، وإن شاء الله نطلع بنتيجة. نعم إن شاء الله. نعم. يعني اليوم هذه التظاهرة عشان التقرير اللي طلع واللي يدين انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. يعني قبل كده كان في مسيرات كثيرة بس ما في حضور كبير، يعني إيش أهميته بالنسبة لك؟ يعني كيف تشوفيه مهم اليوم؟ مهم اليوم لأنه الأمم المتحدة طبعا، المفوضية للأمم المتحدة طبعا حيطلعوا قرار اليوم. نعم. والمهم إن هم يطلعوا بنتيجة. نعم. وإن شاء الله نتخلص من الحكم الظالم، وإن شاء الله أمتنا تعيش بسلام وشبابنا كمان يعيشوا بسلام إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. يا هلا يا هلا. شكرا لك. شكرا لك يا هلا. العفو العفو. شكرا لك. يا هلا يا هلا. الأخت أمال، أيضا معي أحد الشباب الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة العظيمة، الأستاذ محمود طاهر سويسرا. تفضل أخ محمود. يا هلا. السلام عليكم أستاذ أمال. يا أهلا بك أخ محمود. اليوم أنت جاي من قلب سويسرا، يعني اشرح لي شعورك وليش أنت مشارك في التظاهرة دي وإيه أهميتها بالنسبة لك؟ والله هو شعور بفرح كبير، بأنه الواحد يعني قدر ربنا يحقق انه الناس تتلم بكم كبير جدا وعدد هائل جدا. نعم. يعني مقارنه بالمظاهره اللي قاموا بها اذناب النظام، دي تعتبر يعني ضغط على كل مظاهرات النظام ومظاهراته في شتى الاماكن. نعم. وشعور بالخبط، ونتمنى ان تكلل هذه الجهود كلها يعني بنتائج. نعم. بنتائج ملموسه، ومنها حاله راس النظام واذنابه الى محكمه العدل الدوليه. فهذا هو اقل ما يتمناه المرء من هذه الفعاليه. نعم. وكذلك الشعب التي لا نعم خاص. نعم. اشرح لي ايش يعني مين مشارك في المظاهره؟ انت من مكان مواقف، ايش مين شايف يعني نوع الناس المشاركه؟ انا ارى كل الاعلام، من بريطانيا، من النرويج، من السويد، من المانيا. نعم. ومن ايطاليا، ومن شتى اوروبا، ومن شتى مدن سويسرا بالذات. يعني الناس من سويسرا جات بكميات كبيره جدا. من مدينه زيورخ 4 باص، يعني من غير العربات الخاصه. نعم. وكذلك من باقي الكانتونات كلها. يعني نعم. فحشد كبير جدا، يعني لا استطيع ان اصفه لك يعني. نعم. شكرا لك، ونحن يعني فخورون بهذا الحدث وبكم وبمشاركتكم يعني في انه صناعه مثل هذه الوقفه التاريخيه. شكرا لك. نشكر في النهايه اذاعه المنتدى لمشاركتها هذا الحدث التاريخي الكبير. شكرا لك. يا هلا يا هلا. حين يشرق الصباح، هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، ساحة السموم. حين يشرق الصباح، هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة. يوسف، يعني من أين يعني اليوم هذه المسيرة من وين بادية وعلى فين رايحين؟ يعني اشرح لنا شوية على المسار. لا، هي المسيرة بدأت من محل على بعد 3 كيلومتر من هنا على ما أعتقد. نعم. يعني تقريبا. نعم. ووصلت دلوقتي قدام أمام مقر الأمم المتحدة. نعم. في جنيفا. نعم. طبعا كما ذكر الأخ محمود طاهر أن الأعلام هي من دول مختلفة جدا، وهنالك أيضا وفود وصلت من أستراليا وأمريكا، ويقال هنالك أيضا وفود جاءت
من المملكة العربية السعودية. نعم نعم. وهذا هو الحشد الذي يمكن أن نقول عليه يمثل الشعب الإريتريي العوفي. نعم نعم بالتأكيد. الأستاذ مصطفى من السويد ممكن أن يحدثك أيضا بعض الأشياء. نعم، يا أهلا بك أخ مصطفى، تفضل يعني اشرح لي شعورك ومشاركتك في المظاهرة. يعني الحشد طبعا هذا حشد غير طبيعي، لأول مرة نجتمع، يعني لم يحدث في أوروبا ولا في تجمع الإريتريين مما بدأ هذا النظام الظالم أن يكون في حشد كبير وحشد فعلا، وأغلبه تقريبا 80% من الشباب اللي هم فعلا عانوا من هذا النظام، يعني والآن موجودين ويعني يعبروا عن مشاعرهم ويعبروا عن رفضهم ويعبروا عن أيضا تأييدهم للقرارات بتاعت الأمم المتحدة. فنحن حقيقة سعداء جدا بهذا العدد، وقاعدين نشوف التغيير قادم. نعم. لأنه فعلا الناس كلها يعني الآن مقتنعة بأنه التغيير قادم. كنا نحن قبل سنوات نقف في مظاهرة يعني 100 نفر لو وجدنا، كنا يعني نكون سعداء بهذا العدد. نعم. ولكن الآن بالآلاف، فلذلك ونشعر أنه فعلا وكل الفئات موجودة، المرأة والرجل الكبير الصغير حتى الأطفال، قاعد شايف جنب الآن يقول يسقط هذا النظام. نعم. وهذا تعبير واضح بأنه هذا الرجل إن شاء الله حيمشي عن قريب يعني. نعم إن شاء الله. يعني هذه لحظة معبرة جدا يعني، وأنا أشعر بشعوركم وفخورين جدا بكم يعني، وبكل يعني هذا الاهتمام والوعي والنهوض للأخذ بالحق. يعني هذه مفخرة جدا ولشعبنا في الداخل بالتأكيد أخي. إن شاء الله دعواتكم، الرجل حيمشي إن شاء الله، بس نكون مستعدين يعني. إن شاء الله. هيا هيا حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، فوق الذرة السمراء لاحت تباشير الصباح. هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، فوق الذرة السمراء لاحت تباشير الصباح. هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، رفرفي رفرفي يا راية الكفاح، يا راية الكفاح، رفرفي رفرفي يا راية الكفاح. ألو أمال، طيب. مرة أخرى معك. أود أن أشير إلى نقطة واحدة يعني. نعم. لقد أجرى أصلا النظام في الأسبوع، في بداية هذا الأسبوع، مظاهرة أيضا نعم. في نفس هذا المكان. نعم. ورفعوا فيه صور سياس أفورقي، وربما هاتين المظاهرتين اليوم ويوم 22 نعم. بيلتقوا في شيء واحد، واللي هو أن السياس موجود في هذين البناء. نعم. وجوده في المظاهرة الأولى كان نحن معك، نعم. هو وأنت وهو نحن. نعم. هذا الشعار كان رافعينه. نعم. وهنا أرى الشعارات التي مرفوعة: يسقط الدكتاتور السياسي، يسقط تقديم السياسي للعدالة الدولية. نعم. العدالة لضحايا جرائم مرتكبة الإنسانية التي يرتكبها السياسي. نعم. كلها مرتبطة بالاسم، يعني السياسي كان في مظاهرتين طبعا يعني. نعم نعم، المفارقة طبعا مفارقة يعني كبيرة. يوسف، طبعا يعني هناك أيضا ممثلين لمنظمات مدنية وأحزاب سياسية ونساء كما قلت لي. يعني هذا الحشد يعني يتميز أيضا بأنه يعني جاء بعد الجلسات التي شاهدناها جميعا، والتي يعني أبدت كل الدول تقريبا استيائها من ما ورد في التقرير وقلقها عن يعني حول الانتهاكات التي يرتكبها النظام، وطالبت الحكومة الإريترية بأنه يعني تعمل على أنه اللجنة توثق أكثر بشكل أكبر من في هذا المجال. أعتقد أن كل الظروف التي يمر بها هذا الوطن العظيم تجعل كل الشرفاء من هذا الوطن أن يفكروا جليا في الكيفية التي يمكن أن ينقذ فيها شعبنا وأرضنا وطننا. نعم. بالأحرى يعني. نعم بالتأكيد. لذلك فإن مثل هذه المظاهرة بالتأكيد هي تصب في إطار تغيير نهج القوى المعارضة
في الوقت الحالي، واللي هي لجوءها او ابتعادها عن المهاترات. نعم. خلال الفتره الماضيه لاحظنا هذا، وكذلك تنميه الروح تقبل الراي الاخر، وهذا جزء يعني ثقافه جديده في العمل السياسي، في الفعل السياسي الاريتري. نعم. كما تعلمين امان. بالتاكيد. واعتقد هذه نقطه تحول كبيره جدا. نعم. لان الذين يشاركون في هذه المظاهره هم من مختلف اطياف هذا الشعب اولا. ثانيا هم من مختلف قوى، منظمات مدنيه مختلفه، شبابيه مختلفه، كانت قبل اشهر تتعارك فيما بينها وتتهم بعضها ببعض التهم اللي سطحيه. نعم. اما اليوم فقد اتفقوا بان الوطن يحتاج الى الوحده. نعم. ولذلك هنا في هذه اللحظه يتاكد لنا بان هذه الوحده لابد ان تتحقق في داخل مجتمعنا. نعم بالتاكيد. هيا حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، فوق الذرة السمراء لاحت تباشير الصباح. هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، فوق الذرة السمراء لاحت تباشير الصباح. هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، رفرفي رفرفي يا راية الكفاح، يا راية الكفاح، رفرفي رفرفي يا راية الكفاح، يا راية الكفاح. يا ندية الجراح، رد يا العطر واللقاء، رد يا ندية الجراح، رد يا العطر واللقاء، تحية السلام من أرضنا، من أرضنا، من أرضنا. لموكب التلاحم الجسور بين رفقة السلاح. هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، لموكب التلاحم الجسور بين رفقة السلاح. هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، رفرفي رفرفي يا راية الكفاح، رفرفي رفرفي يا راية الكفاح، المجد للمناضلين السمر في ساحة الكفاح. هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، المجد للمناضلين السمر في ساحة الكفاح. هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة، والموت للطغاة العابسين في بلادي.
راية الكفاح يا راية الكفاح رفرفي رفرفي يا راية الكفاح يا راية يمكن حبركنا عن ذوق قبل ما سخنا له عدن أسجد تسفيه وهندس كاب هولندا متى لو معلتي نابزي زقبر زلو سلامه وسلفي زساتفكن مخنيات كتقلص علي مخال يومي سلامه وسلف زي كوميشن انكواير من انتو صح حزبي زكايدو مخا تسفى بزهب ملكع عالم كأني قلحتها زقبراتلو نحن بقدنا خمير ترابان كساب لومي كرتاتكم للوزيس نحن حزبنا قتل كتقفز الحمل إسا عبن إستيكي تفلي نقعد على مسفلة النمبر بزبل متى له كل جزء خايز متى وين حزبي كبر كل جزء يدرك بسلامة وسلفتات أول شيء زنبر حزبنا خطح لفوت ذلك يعمل خنتلكن أولاً أجوه التولادي شجر ما كران زي رخبكي عاول كم تدك أخذ بخي عدل زي رخبكي أبي كم زلوا دي فلتكي شجر تفتحوا دك خي مصلوا كل نجركي كهدس يؤجوه كم حزن كم كران كتوصيه لو ما أنتي عالم كل حتى جيرلو موتين قتلتين ما أسرتين نايدك خي بيقدر تابعان بزم دكتاتور أبعدنا زلوا سواء زتألموا هجين عالم أجوه إلى نبعث كتحسسالكي تبقي سالا كل حزب إرترا دلاي سلام دما أجوه بلك كله أجوه وساعات حزب إرترا بلكم الله وستزلهم ولا لهم أجا عبد الله عثمان خيارني بارنتوجين ونينك انتون عملي جنيف وتاجي مظاهرات ودين جلاغو لجنة تقص حقائق من دون جو هبان ناكتو لأنه نقولوجي أيضا كحاجات كيو تيديت ظلم قداده أيضا كتيديت لجنة دي go koso alam go wonne ginakto inton kodada musako logo يعني مختلف لوج كونيني يجو لأنه النظام إريتريا جود كوي نظام يعني ظلم نظامنا وكذا تيجي يعني أنت النضال أيضاً نظامي محكمات جو قدم نونتو وجرائم كان جو كذا دو أيضاً يتيجي يعني محكمات جو ذكان تيه حساب نونتو وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خميسة أبو بكر مقاليو ككميتم ألمانيا كاس بسرع حدود كميته أنا عصبة عفرهم عصبة عفري عندنا تهجلك تيكتينا هيو أساك كيو بهتمي نمت دتني ذن جبدا بنا كير الدباني أساكو نعوندا نيتي بدر ربكاي نينون تويعت راعكاي إي أساكو عصبدي عفرهم متكادونا ادتني تن جبدا بنا يو بهتمكي إرترهم متكرحمي اتجاي هايتينه السياسة ظلم نلبهيني يكا كاكلتا نمسيني للسراء قدقيا أنا أحمد محمد كيو
أكمتهم بازل سويسرلاند كني كافة جنوب الأكهمته هنم تا إمام المتحدة إريتريا هذا لك يعني عقب وجيا سجيني يبليني باهيني يعني نم روم مكينام أما يكو زيادة يعني وما حكومة لهم عقب حيال ظلم بتم أما أي سبته أما أي شاب برحيت هلا كافة جيتي ما هني نسعوا لي ديكي كدل تاني نسعوا لك نشعبك أي دوكما ما حكبيه يعني تهلولا هجدف أكان مرينه يداونا كبيان يعني أبشرا سنسعول تهلسنا دحسنا هاي شاب يعني للعنوه تلابوكني. السلام عليكم. أنا ولدي سوس عمار أي حزب الشعب الديمقراطي علاقات خارجية أنا ومن جنيف مساكو يوم طبعا فكنا كل شعب هلاية رهلي كل يوم ويوم عبايته طبعا ومن كله لا ناي هقدف مرة كوم عليه قدم 3-4 يوم لنا يوم لكن قدام شباب تكله وندي ورسوا رسائل بحال علو نسر هلو وورسكم هلو ولمستقبلهم بوتامكم هلو نره لنا معنا بقى سنيت رأينا لتتبهل إلا ناي يوم علتا معنا قلنا مقاومة لناي إريتريا اللي كل سنين قيس اندعلت هذا خلاص يعني ديب عبيت وديب يعني ديب انتصار قيس الليت بقى فارحام هلينا مرة كويس. لا هدفنا إلا مظاهرات ممكن تحجر عند قبل كاقل أو كمان لا سبب لقل كاقل لم تسكال غدر ميت وقلت تشرح قلنا وغدرك والله بحب أنا وكل الشعب ما سام لهلا ونسر نايو المتحدة قرارات وادي عمل هلا وعبيت يعني وش بلتري يكون واللي نظام سنك ميتو كل قدام من دل أمره من الأمم المتحدة من كلهم ومن اللي Human Rights Council قد تركب لا تقرير الله عباي انتصارته فاللي تأييدنا قلنا نسل قل علم كله وقلت شعبنا قناص وخلاص يعني كفاية صبروتنا اللي نظام اللي انتهى والزيادة بدي بدولة هلا شعبنا قل قناص ومثلكم هلينا وإحنا حتى إذا أنا مبوتامكم هلينا نسمعنا لمسأنا هتما قدم كم سنين لنترأى لي على ننسر نترأى هلينا وإلا بداية عبايته بداية عباي ريانا وإن شاء الله بستمر ويرساينا بعد ما هلو هم بتوه هلو وسك أدم قلي بلو شكل أبونا طبعا. السلام عليكم. شكرا جزيلا لراديو المنتدى. أنا اسمي عوض أحمد الدين إبراهيم قادم من لندن للمشاركة في هذه المظاهرة ودعم وتأييد لجنة تقصي الحقائق في الجرائم التي ارتكبت على الشعب الأريتري في ظل نظام جائر والحضور كان ممتاز والناس كانت متفاعلة وإن شاء الله يعني بهذه التفاعلات وهذه التظاهرات أن ندعم الشعب ونزيل هذا النظام. وأنا أقول يعني لشعبنا في الداخل أقول أبشر أبشر نحن موجودون وإن شاء الله سوف نتظاهر ونوصل صوتنا لكل الجهات تتفاعل معنا ولكل الجهات الرسمية والقانونية لجر هذا النظام وهذا الدكتاتور لمحكمة العدل الدولية. وإن شاء الله النصر قريب والعدالة إن شاء الله سوف تأتي وصبرا إن شاء الله النصر قريب. شكرا جزيلا. سلف كير راديو مدرخ أنا وقت نيس أورو ندوك أخلي أورو رجوعي يدنا يتوانكرنا أعتراسك محمد دكونكم أن تدي ليلة سنيا كان قيت أنكم فلوم السكون فارع إكبا مركب لنا
أبالجن وريج أراجن نكدكوا سلامة سلفي كذا لد من درت ناخر ناوك لاقش شويدن لد سخران عندي سخوتا كيل ساعات دربل فرونو انتنا أكانجن كوخا لاوديشن قبديسي إنا مروق إنا أمنتو إنا بوليتيكا أكبا ناوك لاقش كبسنا خون أطراسيك فرح داخل قخ نكاية أخلاق نا نكرقاخ سلامة وسلفي انجوي المندرتو إن الشان أقمسي يونايت نيشن لي دوكسنا خورجن واسيسنا خورجن إننا سكسنا رجناخ حكومة إريتريا الدامر نايسي كبر دلا ياخ نار آخر من أخذ كدو نيت كدو الدمنو لاقا شاخنو قابني أخوغن نترقو بجغس قابنون سيك ليس نترقو بجغ قابنون سيك أنقصي حويس الدامر قنخ أقتراسيك فرحد أخوغن مدرخ إن شعب ندم بي ناس إنت الأختاسيك قندلنخ إن قربني كشوت كبيوان تيت قالي سوك أطراسك فرحة أخبر قرقون خون وناتك جويل مدانا هركدا مدانا هريشانسي نين من وقت ناوك لا نحن لا قش لما من آخر لا قش كدو قندل ناخر إننا نبغى وقت لي وانكار ساخ وقت جن انتن مدانا خلق سلام يكونكم انتن مدانا خلق كدو عافية السلام دتمنيت يكونكم لتقلت كدو حكومة جويل شو سوخر كراوخر بحل دوخر ساري دوسخر قلع سنات قلب دنرغن خن إسنا ديما قلب دنا خوارات أخون كسيك إننا نكير خل قد بهرد سيليتات ناورسنا قلب دنا لرغن أخرجاجن ناتك سلام يكون سلام لتمنيتكم فرحدي إنكو سلام دكود نترى كود ناجبرنا. مسينا ناصر من ستوكهولم السويد. ما تأكل قريبة لك هذا أوكي إلا يوم مع المظاهرات كفر كبكيا مرة قرروا الدعم كل لما تصير مسلمي علاني فمرة يعني أنا بالعلقة حمس من قبل مرة فرحين قلباتو لكن قلت على بوما بزح ديفك يعني بفرحت مرة حاجة مشرفة يعني يوم رأيناها. فالمظاهرات مهمة النظام رأيك كل مرة بالمعارضة الليبية أنا أصلا معارضة الليبية يوم تأمرت معارضة عبايكم بو ولا نقول نحن اللي بدينا مظاهرات ما من اللي تحسب بس إننا لا يوم نحسبه قلنا فحاجة مرة يعني تشرفكات يوم غايته. أقل قبيلة إريتريا دي بداخل إريتريا هلا قلت تحلالي فيه ولا تحزي لكم من هلا قلت بينكم إليكم يعني نحن مسنكم اللينا ويوم يا ريت يعني بأنكم تلا من ترونا فأي تفرهوني بينكم أصلي إليكم لي. دكاي بلي يا ري دكاي بلي لمصاب لنا علي تقبلي حشوم نبراس تلاعينا خدو مع سقيمناكي يا ريناتي ولدو دكاي بلي يا ري دكاي بلي لمصاب لنا علي تقبلي أرحى والله ودبات راسي مني غزين سقام ثلاسي وعرو والله نبعي لحباسي حزبي الري كله تغالاسي كي تمرت بعلو تغريزو شيقنا حزب خسادو رقيزو عفات عبر حزب زوطني كيف الدينا زمانات حني عشان بصحابها ود البحرة هدم سزيح السمكي يريتها كأن رداق ما يغسمرها بلبل 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 من يسيت بلبس بلبل 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 بلبل
شوقي محمد أحمد. جيت من لندن للمشاركة في هذه المظاهرة في جنيف اليوم 26/6، وذلك حتى نعبر عن مشاعرنا وتأييدنا للجنة تقصي الحقائق وتقريرها الذي يفضح النظام الذي ارتكب الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. واليوم يعني أتينا إلى هذا المكان ومع هذا الجمع الحاشد الذي يعبر عن نفسه عددا وشبابا والذين يريدون أن يحدث التغيير في إريتريا كليا وأن يرحل إسياس وزبانيته من إريتريا. وعليه فإن هذه الرسالة اليوم قد وصلت بأقوى تعبيرات وأقوى صورها إلى النظام الإريتري بأنه قد حان وقت الرحيل، وعليه أن يلملم أطرافه وأن يخلي البلد قبل أن يتم تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية التي الآن قد أوصى رئيسها بتحويل هذا الملف إلى لجنة الجنايات محكمة الجنايات الدولية. وإننا نرى في هذا اليوم هو يوم مبشر. معي من قلب الحدث الأستاذ بيتوم كفلوم، أحد منظمي هذه التظاهرة العظيمة، وأترك له المجال. انتي نرى لنا قلت أسكني بحتر زبالة قالت حتر زبالة برهان نرى لنا، حرنات نرى لنا، نتنا نرى لنا، فغلنا حزب نرى لنا، دليتنا هي حرنات أوقات نرى لنا، كل بيراتنا أمانتنا بحادي أبحادي عندما خيفة اللي عابي نيش كلهم دكنان بعبوتاتنا عبد الله. كابيز متيوم زيوم كلهم اليوم دلنا. زيوم كلهم كابير باز متيوم كن كابون اللي على دماء عبتموتاتنا توم دماون إذناتنا مقدي وكلهم جنزهم زواتوني بنشرح مغنياز طرفن كابيوم اللي علي بمليونات خونه تليفوننا اللو كمان. انت تقدمت اختي نايزي سلامة وسلفزي نريدنا. السلامة وسلفزي يأكل جزءاتنا كده فيه، يأكل جزءاتنا إساسي، يأكل حزبنا نوح جزء تتالي وزي مثل هذي لحجي كمو عيلو خصل أكلني نزع أجر إسكما توت لهم تلقسكم حيشي. حراي مو كأبكدني UN متينا خمينا نزارب كلنا سنتاي مالتي انتاي نندل دلنا هبيو. UN متينا علم بتصحفتنا علمي. وخلا زرار بس إنه كله قطوة بوليتيكاوي أهلاوي كل شيء نخاطو زحزي UN. نحن دم عيرتاون أبالاتنا تاينا أبزون بانديرانا تسقيلالا. لازم نبي عين كنزارب كلنا ونبي عين كنمسن كلنا. تي ناي inquiry committee تبعت. يا مساعتي تقبل كوميتي أبدي عبي قبائنا مثل ودسب أقميتاته سلزلا نحنا دماون عتي قال زغالات زينا سمت حفهم مزلو نايزنا قاليو ناتنا قاليو ندق فوينا قصلوا كسع مترشا حرنتنا نركب من بالي نمود دات راي انت ايو امونغ تفللي امونغو زانا يلوم معنتي نايمر معنتي هاغراوي سلامة وسلفي امونغو تي قدم 4 معلتي و 10 كنتن زت جبره ناي دقفتي هيك نفس فللي لا تخم ليتن قتلنيو انت عاده بفرحي ببلس زت عقبه حبره سبيو بدليتون ايكونن أوتوبوسات بنسا باس تناكا حدقها جزخا تحدقها عادي تملالس خاص لتبع عليه يومسي إذا مدليو تزمت أزبيو سلالة فللي قطو كم صحاين ليتني وخلاص سراربا إذا زلوا حادث سب زموالي لان كابتبو كابتا زقدة لونا حدث تحجز عطو قلوعس نزاد لتوزيب لهم يعبز يوم زلوا لازم 5 ريال كلا خاز لازم حكي تلاقي تاخذني متيز الله نعم يبان اللي اتوقيتهم يعني اللي
اوكي مساوين فيرونيكا الله فيرونيكا حنتي خابتون من اسكات ابز عدي زعقت وابزي نزو قداي تماخم كنتي سراحه حيزا تكاتاتلو زلا تمالوين ابتنا يو ان زنبره تغابينا يو ان ابوين نيرا ستاتيفانيرا فيرونيكا انت يوزنو يدلنا انغرني اسكن زي حلمي مساني الله حلمي مساني because كم زي كنت زي فاتمة أي مثلا نتمت أن كل عادات متأم ناي سبيريت نايتها يسمعنا لو كم نقدم بتعمل ده حوسنا يدلله برينك حسب أنا حنت حتى لا تني أنت أيو تكيرو تمالي أنت تقلت لنا تخلي تكن نزيد سبعتنا وش يدلو أبدك زلو أنت تكيرو قلت لنا So أنت ذكرت كبر سمون ده حلفت commission session na human rights naru neta matmarit commission kullu ti na tagaman na isra galitsata بتعمل صبا galitsata crimes against humanity هم ضلوا galita ان احنا حجراني confirm كنقبرنا متينا كل زيت UN Commission of Inquiry دنقرون نبرو حقيقة دهونه confirm قبر لنا أش حد سبمت يوم اللولم يا بجنيفا كنقروا نعلم كنقر يغني لي فيرونيكا تبوس راح وأسألتوا إياكم ومعي الآن الأستاذ عثمان عليو أحد منسقي هذه المظاهرة أيضا أستاذ عثمان الشاب عثمان عليو كيف كانت استعداداتكم لحشد هذا العدد الكبير؟ السلام عليكم في البداية طبعا ما شاء الله أول حاجة شكرا للأخ يوسف طبعا إنك مثلا حشد زي هذا الحشد زي هذا يحتاج تعمل مجهود ويحتاج عمل منسق طبعا تم تكوين طبعا الفترة كانت ضيقة لكن تم تكوين لجان واللجان كانت لها عدد منطوق وعملت تنسيقات مع المنظمات والحركات في كل أوروبية في بعض الدول وكانت في لقاءات تمت كانت تنسق في البالطو عبر الاجتماعات وبرضه كمان في ناس كانت جنود مجهولة هي كمان اشتغلت في جنيف أنا ما أقدر أتكلم عن شخص معين كانت مجموعة بتشتغل طبعا جماعة هي طلعت تصاريح جماعة كانت إذا طلعت تصريح وتصادق اقتصادي ولكن طبعا في النهاية هو عمل جماعي طيب ما هي الرسالة التي توجهونها عبر هذا الحشد؟ والله طبعا احنا هذا الحشد الكبير نحن عايزين انه الناس يعني تتنازل اي قضايا وهذا اليوم احنا هذه المناسبة اليوم جمعتنا وحدثنا من اليوم احنا ما جينا نمثل تنظيم لا حزب معين جينا نمثل اريتريا بكل الوانها بكل اطيافها بكل اديانها يعني المشكله واحده عشان كذا نتمنى انه المظاهره هذه الناس تطلع منها بهدف واحد وهدف وراي مشترك وفي النهايه نحن سنقدر نسقط النظام لانه التاخير بسبب التاخير الشعب الذي بيفقد كل يوم من الارواح والممتلكات فلذلك هذه رساله كبيره حتى للنظام والعوام انه الشعب الذي بيبقى واعي وحتى ما ينقش وما ينقش للبروباغندا اللي عملها هو والحمد لله اليوم نحن وحدنا ونتمنى انه من المظاهره دي تنطلق ويكون في خلاص منها للشعب الذي شكرا استاذ علي. لا استطيع حقيقه ان اعبر عن هذا الحشد يا اترك لك المجال لاي استفسار. نعم مع انني اعلم بان هذه صور كفيله بقول اننا مع الديمقراطيه، اننا مع التغيير الجذري في اريتريا، مع العداله، مع الحريه. بالتاكيد يعني يوسف، هذه يعني بالنسبه لي انا من هنا اتابع معك الحدث واتمنى لو كنا معكم وجميع كذلك. يعني هي لحظه تاريخيه ولحظه يعني عاطفيه تعبر عن يعني التماسك الذي يعني هو صفه اصيله من صفات شعبنا. أرحى خلو ودبات وراسي مني خزين سقام قلاسي بحر خلو نابعي لحباسي هزبي الري خلو تغالاسي بعاليت هايمانو زسمري حق ندبا قدم زنبري كيحيدو موصبو زقبري
كي دم تبوز كبره سما قال سوي سما قره الله خند نحو دكير الله خند نحو دكير شبد بداتي ومدال حق وري بترحكم مسيز بي مسعتري شبد بد شبد بد شبد بد شبد بد طيب إذا يوسف يعني هذه اللحظة التاريخية يعني المؤثرة والجميلة والعاطفية والتي يعني نتمنى أن نكون جميعا أنا متأكدة كل إريتري يتمنى أن يكون اليوم موجود بجانب أخوته في جنيف، ولكن أيضا يعني الحضور كافي ويعبر عن مشاعرنا جميعا وعن يعني تضامننا جميعا مع بعضنا البعض ومع شعبنا في الداخل ضد الظلم والطغيان يوسف. ولكن يعني في ختام هذه التظاهرة الفريدة والجميلة يعني أعطيني يعني خلاصة هذا الموضوع كله يوسف، وأنت تغطي الحدث من أرض الحدث. شكرا أستاذ أمان. أود أن أبدأ من حيث انتهيتي. ما ذكرتي حول التضامن، أرى هنا حشودا كثيرة طبعا كما ذكرت، وكلها من منظمات وجمعيات مختلفة. كانت بالأمس تتعارك حول مسائل تافهة وسطحية. نعم. اليوم اتحدت ووعت إلى المخاطر التي تحدق بهذا الوطن والمآسي التي يعيشها شعبنا. نعم. وهذه نقطة تحول. أعتقد في هذا الإطار سوف يتم خلال هذه الليلة بعد انفضاض هذه المظاهرة وفي حفل ساهر سيعقب الإفطار والعشاء في قاعة من قاعات الكبرى في مدينة جنيف،
وسنحمل أو ستسبقه محاضرات أو حوارية حول كيفية تجويد عمل المقاوم في المهجر، وذلك تدعيما للحراك المقاوم الموجود في الداخل الذي نستبشر به خيرا. نعم. الجانب هذا مهم جدا. الجانب الآخر الذي يمكن أن نتحدث حوله بها لجنة تقصي الحقائق إلى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة اليوم 24، والتي أوصت من ضمن ما أوصت إجراء تحقيق مهم جدا حول جرائم التي يعتقد أن النظام يرتكبها حسب لجنة حقوق الإنسان أو لجنة تقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في إريتريا، والتي يعتقد أنه يرتكبها أو جرائم ترتكب ضد الإنسانية حسب قول لجنة تقصي الحقائق. نعم. هذه النقطة مهمة جدا. طبعا التوصية الأخرى التي تحدثت عنها لجنة تقصي الحقائق أو طالبت من المجلس المصادقة عليها وتحويلها إلى قرار هي إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الذين زج بهم في معتقلات النظام منذ تحرير البلاد إلى هذه الفترة على مدار 24 سنة الماضية. نعم. هذه النقطة مهمة جدا، وهي يعني مطالبة الأمم المتحدة بالضغط على النظام لفك أسرى هؤلاء المعتقلين والسجناء الأبرياء. نعم. جميع أنواع أطيافهم، يعني بمعنى أن السجناء السياسيين والضمير سجناء الضمير وغيرهم والصحفيين وغيرهم. نعم. نعم. النقطة الثالثة التي من ضمن توصيات لجنة تقصي الحقائق هي التوصية التي تقدمت فيها حول الضغط على النظام بحيث انه يوقف الخدمة الوطنية الإلزامية مفتوحة الأجل. وهذه نقطة مهمة جدا لأنه باسم الخدمة الوطنية حسب لجنة تقصي الحقائق أن النظام يرتكب فظائع تنتهك حرمات الأبرياء من أبناء شعبنا، منها التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب وغيرها من أنواع التعذيب التي تحدثت عنها لجنة تقصي الحقائق. وسنحاول تسليط الضوء في برامجنا القادمة حول هذه التوصيات ووقائع جلسات التي كانت خلال هذا الأسبوع منذ 23 من هذا الشهر. نعم. شهر يونيو عام 2015. نعم. وأشكرك جزيل الشكر على نعم المجهود الذي تبذلينه. نعم. الشكر لك ولكل زملاء، يعني أنت يعني في وسط الحدث ورغم كل يعني المعوقات الحياتية اليومية التي نعرفها نحن هنا في المهجر، يعني كون أننا نستطيع أن نكون بجانب شعبنا هذا يعني فخر ويعني وواجب أيضا لنا جميعا. يوسف، نحن سعيدون اليوم بأننا استطعنا أن نكون في وسط الحدث المهم. يوسف، لك التحية والتحية يعني لكل أبناء شعبنا الحر الذي يقف اليوم وقفة رجل واحد وامرأة واحدة ليقولوا لا للظلم لا للديكتاتور. تحية لك يوسف، وكما ذكرت سنتابع في برامجنا المقبلة تغطيات لهذا الحدث.